الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين الأوقات بمواسم البركات وأفاض على عباده من خزائن جوده ما تقر به العيون وتبتهج به القلوب، فوهب رمضان محطة للتائبين وروضة للمتقين وساحة للمتسابقين إلى الخيرات. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وأعطى، ونشكره على ما أسدى وأهدى، فهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول وأوسع من أعطى بلا حدود وأرحم من جاد بلا قيود. الحمد لله الذي جعل شهور العام ميادين للطاعات ومواسم للنفحات، واصطفى من الأزمنة أوقاتا تتضاعف فيها الدرجات والحسنات، يرتفع فيها بالدرجات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلوب سليمة ونفوس مستقيمة وأرواح طاهرة نقية تقية مشتاقة إلى ربها جل جلاله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل مواسم الطاعات غنائم للأبرار، ووهب لعباده من نفحات رحمته ما يزكي النفوس ويطهر الأسرار. نحمده حمدا يملأ السماوات والأقطار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الند والوزير. حكم فعدل وعفى فغفر وقدر فهدى، وأنزل على عباده شهورا تتضاعف فيها الحسنات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام. بعثه الله رحمة للعالمين، فكان قرآنا يمشي بين الناس على الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. معاشر من يوحد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن التقوى هي الأقوى وهي حبل الله المتين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، قد أطل عليكم هلال رمضان، فهل أعددتم له عدة المتقين؟ وهل تأهبتم لاستقباله كما يستقبل الضيف الكريم؟
إن لشهر رمضان حقا علينا، إن لشهر رمضان حقا علينا في قلوبنا وعقولنا، فلا يستقبل استقبال الغافلين ولا يعاش عيشة اللاهين. ويجب علينا أن نطلب من رب العالمين أن نكون من المتقين المخلصين، ويجب علينا أن نعد منزلة لنا في شهر رمضان يقبلها الله عز وجل. ولا بد أيها الإخوة المؤمنون أن نستعد أيما استعداد لاستقبال هذا الزائر الكريم. وأنبه إخواني الكرام إلى أن هذا الشهر الطيب المبارك الذي نستقبله بعد أيام قلائل هو أسرع رمضان مر على وجه الأرض، أسرع رمضان. ما في رمضان مر على الأمم السابقة حتى علينا أسرع من هذا الرمضان. امبارح يا إخوان سنة، امبارح انتهينا من رمضان، فمر شوال ومر ذو الحجة وذو القعدة وغير ذلك من الشهور حتى انتهينا إلى شعبان، وبعد أيام ندخل إلى رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تستعد جيدا. أنت إذا بدك تروح على السوق أو بدك تروح على المؤسسة، معقول إنك تروح هكذا، لابد أن تستعد. واستعدادك أن تجهز المال، واستعدادك أن تجهز الركوبة، سواء عندك سيارة، عندك طيارة، عندك باص. أيضا أن تجهز القائمة. معقول يا إخواني واحد يطلع على السوق على المؤسسة أو أي شيء آخر وما يجهز قائمة؟ لابد أن يجهز قائمة يكتب عليها ما يريد، سواء كتب عليها بالورقة كهذه أم كتبها وسجلها في عقله. لابد من خطة. الآن طالب الماجستير وطالب الدكتوراه هل يبدأ برسالته مباشرة بفوت بالتكتب؟ ما بيصير. لابد من خطة تناقش وتؤسس وتكون صحيحة ويناقشها عدد من الأساتذة الذين لهم باع طويل. بعد ذلك ندخل على إيش؟ على الرسالة تبعتك. إذن لابد من خطة، وشهر رمضان هو أولى أن نخطط له يا عباد الله وأن نستعد له. وأول هذه الخطة وأول هذه الاستعدادات الاستعداد النفسي. فلنهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر الطيب المبارك بعزيمة صادقة وهمة عالية ونية خالصة. فإن من أقبل على رمضان بقلب مشتاق وروح متلهفة كان حظه من البركات أوفر ونصيبه من الخيرات أعظم. ثم ثاني الاستعدادات أيها الإخوة المؤمنون أن يستعد الاستعداد الروحي الذي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ من الآن نهيئ بقلوبنا وأن نتعاهد هذه القلوب بالإيمان والذكر والقرآن والاستغفار والتوبة. فإن القلب إذا ترك أيها الإخوة غطاه الران وأصبح قلبا لا يخشع لله عز وجل، يصبح قلبا غير مرغوب به عند ربنا جل جلاله. فلا بد أن تسكن هذا القلب قبل أن تدخل إلى رمضان. كيف يا أخوان الحجر؟ ولله المثل الأعلى. الحجر سواء في المساجد أو في البيوت إلى آخره، هذا الحجر بعد مدة من الزمن بعد عدة سنوات يصير لونه أسود. طب في الأصل لونه أبيض. طب شو بيعملوا بيجيبوا يا أخواني، بيجيبوا اللي هو إما بالصاروخ أو بالكمبريس برشوه بيصقلوه، هذا اسمه صقل. فبنصقل هذا الحجر حتى يعود إلى أصله إلى أساسه. وهكذا القلب إخواني، ترى القلوب كلها بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. القلوب كلها فيها شيء من الخير، فيها شيء من الطيب. الآن يا إخواني كيف بدي أمثلها لكم؟ هذه الكاسة، هاي كاسة شاي نفرض، بنزل عليها شيء من السكر. هذا السكر بظل نازل للقاع على تحت، لابد أن تحركه. إذا ما حركته بتشرب من هذا الشاي ما بتستطعم، ما في حلاوة، لأنه ظل السكر نازل. لابد أن تحركه. في واحد يا إخواني على وجه الدنيا بيحط سكر في أي مادة مشروبة بدون ما يحرك إلا ما يحرك. ليش بيحرك؟ حتى هذا السكر ينتشر. وهكذا القلوب، لابد أن تحرك هذا القلب
بالطاعة، بالاستعداد، بالاستغفار، بالتكبير، بالتحميد، بالتهليل، بأي شيء تجد هذه النفس مشتاقة له من طاعة الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الاستعداد الأخلاقي، وذلك بأن نتحلى بأخلاق الصالحين. ما بيزبط يا أخواني أكون صايم وما شاء الله مش شايف حدا قدامي، صايم ومش مخلي حدا من شري، صايم وغيبة ونميمة وقطيعة ومش مخلي. ما بيزبط يا أخواني الكرام. لا بد أن نتخلى عن رديء الصفات، ولا بد أن نبتعد عن مواطن النزاع والشحناء. فمن أراد أن يغفر له من ربه في رمضان فليصفح عن إخوانه وليتخلى عن الضغائن والأحقاد، فإن القلوب المريضة لا تذوق طعم رمضان. في ناس يا إخواني بتفوت رمضان وبتطلع، لكن شو أثر في رمضان؟ ما أثر في شيء، لأنه ما عرف من هو الله، ما عرف من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما عرف ما هو رمضان، ما عرفش يا إخواني. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لإيش؟ لعلكم تتقون. الغاية من هذا الصيام أن يرتفع الإيمان، مش والله قال ربنا لعلكم تتعبون أو لعلكم تمرضون أو لعلكم تشعرون بأموالكم، لا، وإنما قال لعلكم تتقون. إذن وقولوا للناس حسنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى. الاستعداد الأخلاقي: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساده أحد يتناول بوكس، صح؟ يتناول العصا، يروح يشتكي عليه زور. يا سلام شكاوى الزور، احنا سولفنا عن الحجابات الأسبوع الماضي، لكن يا إخواني شهادات الزور، روح شوف قديش في شهادات زور. والله في ناس 5 ليرات و10 ليرات بحط ايده على كتاب الله عز وجل، والله ظلينا نسمع فيها سمعة لحتى كل واحد يشتغل بمثل هذه الأمور لحتى رآها يضع يده على كتاب الله 5 ليرات و10 ليرات وأقل من ذلك وأكثر من ذلك. وابن خالتي وابن عمي خلوا في ايدك ابن خالتي، خلوا في ايدك ابن عمك، تضع يدك على كتاب الله. وشوف رأيت انت عم تبع الإجابات اللي سولفنا عنه الأسبوع الماضي، ما فرقت شيء، انت ارتكبت شيء من ال7 الموبقات المهلكات، وانت ارتكبت شيء من ال7 المهلكات الموبقات، ما فرقت شيء. أيضا يا أخوان الكرام هناك استعداد آخر وهو الاستعداد الأسري. الاستعداد الأسري وهو أن نعد بيوتنا وأن نعد أهلينا لنفحات هذا الشهر الطيب المبارك. إذا ما عندكش قرآن كريم لابد أن تشتري نسخة من القرآن الكريم ونسختين و3 على عدد أفراد الأسرة، ويجب أن تجمع هذه الأسرة. هذه الأسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا راح يسألك عن زوجتك، راح يسألك عن ابنك، راح يسألك عن بنتك، راح يسألك عن نفسك، الكبار والصغار راح يسألك ربنا جل جلاله. ايش رمضان؟ شو سويتوا برمضان؟ استعديتوا الاستعداد الأسري؟ جهزتوا حالكم نفسيا؟ جهزتوا حالكم إيمانيا؟ ولا فتوا وطلعتوا من رمضان وزي ما والله يوم زي الأيام الثانية؟ ما بيزبط يا إخواني رمضان، وأي طاعة لابد أن تكون على مراد الله جل جلاله. ما بيزبط يا إخواني أفوت رمضان وأنا قاطع للرحم، ما بيزبط أفوت رمضان وأتعامل بالربا، ما بيزبط أفوت رمضان وما بطلعش الزكاة أو أي شيء من أنواع المعاصي التي تعرفونها، ما بيزبط. لن يكون مقبولا هذا الصيام. أنت تعرف يعني بتشتغل طول الشهر، تستنى بهالراتب 300 400 ليرة آخر شهر واحد ياخذ منك، هيك بده يصير معك يوم القيامة. بتشتغل وآخر شيء الشغل مش لك، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. والله هذا الحديث لحاله حديث المفلس، لو تيقنا على ما فيه وعرفنا ما فيه لاتقينا الله عز وجل حق تقاته. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، بدك تعلم زوجتك وأولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها إيش؟ الكاز، الحطب، وقودها الناس والحجارة. الناس والحجارة.
الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، فينبغي للمسلم أن يعد نفسه ويعد أسرته. أيضا الاستعداد التنظيمي، فمن أراد أن يحسن أو أن يحسن صيامه وقيامه فليخطط لهذه الأوقات وليقسم أيامه، يقسم الليل والنهار، مش والله النهار للمسلسلات وبالليل للشد والأراجيل، لا، شغل ربنا بيختلف. وخاصة الآن راح يجوا راح يشوفوا المسلسلات، وراح الآن من الآن أنا متأكد في دعايات كثيرة للمسابقات والمسلسلات والمسرحيات، حتى يوم العيد سبحان الله، يوم العيد أو أيام العيد كلهم بيجيبوا لنا مسرحيات ما شاء الله ما أنزل الله بها من سلطان، فيها من الفساد ما فيها. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بيجيبوا لك مدرسة المشاغبين، تذكرهم وشيخ واحد من الناس، مدرسة المشاغبين ورية وسكينة ومش عارف ايش وايش الى اخره، بيجيبوهم وين؟ بالعيد، حتى نعيد عليهم، حتى نطهر هذا الصيام ونجعله مقبول. الصيام لا يكون مقبولا الا مع المسرحيات، صح؟ هكذا بده ربنا؟ ما بده هيك ربنا يا اخواني. ايضا من الاستعدادات الاستعداد التنظيمي، من اراد ان ينظم وقته هو الذي يقبله الله عز وجل. بس في عندك استعداد دعوي، بس انك تصوم لابد ان تكون داعية لله عز وجل. ما بيضبط يا اخواني انه والله الدين مسؤولية الشيخ مثلا، هذا الدين مسؤوليتنا كلنا، لابد ان نكون على قدر من المسؤولية. فمن منا أعد نفسه ليكون داعية في شهر رمضان، من منا عقد العزم على أن يكون سببا للهداية ضال، أو صيام من لم يسبق له الصيام. ومن أحسن قولا يقول ربنا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. مش بس بدي أعمل صالحا وأدعو إلى ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. بلغوا عني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو آية ما قالش والله يا شيوخ يا من ترتدي الثوب واللحية بلغ عني آية، وإنما قال بلغوا، وهنا واو الجماعة جاءت لكل الناس، بلغوا عني ولو آية. أيضا الاستعداد الإيماني، ولا أريد أن أدخل أكثر من ذلك لضيق الوقت. وهناك الاستعداد العلمي، مهم جدا الاستعداد العلمي. ما بيزبط يا أخواني أدخل رمضان وأنا مش عارف أحكام الصيام. بدناش نضل نسأل عن قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، لا، في أمور كثيرة غير ذلك تجرح الصيام. بتلع الأموال، أموال الناس بالباطل، وبقول لك والله هل قطرة الماء تفطر؟ هسه عندك قطرة الماء تفطر، وأموال الناس التي أكلتها بالباطل لا تفطر. هناك أمور كثيرة يا أخوان تجرح الصيام، تقلل من أجر الصيام، بل وتمحق الصيام محقا لا يكون مقبولا بتاتا عند الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه بإيش؟ يفقهه بالمسلسلات، بالمسرحيات، يفقهه في الدين. اعرف دينك، اعرف صلاتك، صيامك، زكاتك. افرض يا اخواني يوم من الايام الله جل جلاله امر انه هالشيوخ كلهم يموتوا واساتذه الجامعات كلهم يموتوا، كلهم يوم واحد، شو الامه تضيع؟ لابد ان تتفقه في دينك. من يملك منك الفقه الميسر في البيت؟ من يملك الفقه المنهجي في البيت؟ من يملك؟ قلة من الناس. حتى رياض الصالحين التي ذكرته أو الذي ذكرته قبل قليل، ترى مش كل البيوت فيها، إلا البيوت التي تحب الله وتحب رسوله فقط. اللي بيحب الله وبيحب الرسول في عنده كتب فقه، في عنده كتب سيرة. واللي ما بيحبش الله وبيحبش الرسول بتلاقي بيتهم في كتاب عن الموسيقى، في كتاب عن الطبخ، فبيقدم كتاب الطبخ على كتاب الفقه، بيقدم كتاب الطبخ على كتاب الفقه. لابد أن نتقي الله عز وجل. وهناك الاستعداد البدني، وهناك الاستعداد المالي، وهناك استعداد آخر اللي هو الاستعداد الاجتماعي، ولا أريد أن أخوض بتفاصيل هذه الاستعدادات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان. أسأله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان إلينا، وأن يتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وخاله وخلانه، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا لعل الله يجعلها ساعة يستجاب فيها الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي رايتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا هذا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا شرا يا ربنا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل تدبيره في تدميره، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا، عائنا ومعينا. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وارحم شهداءهم. اللهم وعافي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، ظاهرين وباطنين، ظاهرين وباطنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بالصهاينة الغادرين الحاقدين ومن والاهم ومن رضي بمخططاتهم وأقوالهم وأفعالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، إنك على كل شيء قدير. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث غيثا مغيثا ساحا عاما غدقا مجللا برحمة من عندك يا رب العالمين. يا ربنا وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهي له البطانة الصالحة، إن ذكر أعانوه وإن نسي ذكروه. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء في حفظك وأمانك، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.